الخبر اللي هيغير سوق العربيات في العالم كله وخصوصا في مصر النهارده لكل المهتمين بمجال العربيات. خلاص فكرة البنزين من وجهة نظري خلاص عصر جديد هيبتدي، عصر السيارات الكهرباء الفعلي. الجزئيتين والمشكلتين اللي كانوا بيؤرقوا اي حد وبيفكر فيهم ومخليك متردد ان انت مش هتشتري عربية كهرباء النهارده اتحلوا. يعني ما عندكش مشكلة نهائي مع المدى. رقم واحد، المدى اقل مدى هيبقى 1000 كيلو للبطاريات. الجزئيه الثانيه جزئيه الامان، ان النهارده البطاريات الكهرباء تقدر تقول امان تام شبه البنزين بالظبط في معدل الامان بتاعها، مع اختراع او تطور تكنولوجيا البطاريات الجافه، الحجم اقل، مرونه، معدل الامان عالي جدا. الى جانب صنعوا كمان العربيه الهايبرد في BYD. النهارده العربيه بتمشي هجين ما بين البنزين والكهرباء بمدى 2000 كيلو. انت متخيل ب 2000 كيلو في تفويله بنزين وشحنه كهرباء واحده هتمشي ال 2000 كيلو؟ فانت متخيل احنا وصلنا فين. معدل الامان برضو عالي جدا، بطاريات مقاومه للانفجار، معدل الامان فيها زي ما قلت لك الجزئيه اللي كانت بتشغل الناس كتير النهارده بقى معدل الامان عالي جدا في البطاريات الكهرباء. الكلام اللي انا بقوله لك ده معنى ايه؟ ان انت في الفتره اللي جايه هتلاقي اسعار الكهرباء، السيارات الكهرباء عموما في مصر بدات تنزل، نتيجه ان هم في عربيات تانية جايه هتغزو السوق وهيبقى مفيش اي غنى عنها. كل اللي انا عايز اقوله بس انا ليا وجهه نظر سريعا كده في موضوع العربيات الكهرباء، ان لازم اي عربيات كهرباء تدخل مصر لازم قسم برمجه خاص بالدوله يتابع العربيات دي، بيشوفها هل هي بترسل بيانات تفصيليه عن حاجات محدده او كده. التكنولوجي اللي جايه بيها العربيات الكهرباء حاجه خارقه جدا في الذكاء الاصطناعي، بتحفظ الطريق وبتسجله وبتحفظ صوتك وبتسجل انت بتتعامل مع المواقف ازاي، امتى بتدوس فرامل، امتى بتتفادى المشاكل، بتصور الاماكن اللي بتتحرك فيها. فدي برضو جزئيه عليها خطوط عريضه جدا، عشان برضو واحنا بنتطور نبقى فاهمين. زي ما في دول كتير منعت عربيات كهرباء معينه كده عشان فيها انظمه تجسس. اللي عايز اقوله ان الخبر بتاع النهارده ده كان لازم نطلع نقوله في فيديو، لان ده خبر هيغير تاريخ العربيات في العالم كله مش في مصر بس. السلام عليكم.